السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير على خير ونلقاكم الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. وكنقول لكم مرحبا بكم في قناة اسماء ياسير، وكنتمنى تكونوا في صحة جيدة ان شاء الله وفي احسن الاحوال. وكما كتشوفوا هنايا صوبت معكم البريوات باللوز اللي كنتمنى ينال الاعجاب نتاعكم. وكنقول لكم اللي مشترك ما ينسانيش في لي لايك، الله يجازيكم بخير. واللي اول مره كيشوف القناه تاعي وعجبو المحتوى نتاعها يشترك معايا ويبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، وما تنسونيش في لي كومونتير. ونبداو بالطريقه والمقادير ان شاء الله، وندوزو للطريقه والمقادير ان شاء الله. ونبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. هنا كما كتشوفوا عندي هنا واحد نص كيلو نتاع اللوز. كي كنديروا بحال العقده كنسلقوه وكنخليوه كينشف، كنطحنوا عند مولهري في الطحانه الكبيره. وكندير نص كيلو الاخر تاع اللوز نحمرو، اما كتقليه في الزيت اولا كتحمريه في الفران، كدهنيه بشويه الزيت اولا الزبده وكتدخليه للفران حتى كيتحمر. هنا كنضيف واحد المعلقه تقريبا تاع القرفه وجوج معالق كبار تاع الزبده سبيسيال ماشي العاديه. ملي كديري البريوات اولا الكعبه كديري لداخل مع العقده كديري الزبده سبيسيال. وكندير واحد شويه د الروح نتاع الزهر. وهنايا كندير واحد تقريبا ربع كاس اولا تقريبا كديري نص كاس على حسب العقده. الا كانت الكناشفه كي كتزيدي شويه الزهر، ماء الزهر يكون النوعيه مزيانه. انا كنستعمل ماء بالعامري صافي. هنايا وكنبقى كنخلط هذيك العقده مزيان. ونسيت ما قلت لكم انني درت مع هذيك العقده نتاع اللوز درت معاها شويه نتاع المسكه الحره. اللي بغى يديرها كيديرها، اللي ما بغاش بلاش. هنايا راه ما درت لا غليكوز لا ناباج لا كونفيتور، حيت راكم عارفين العقده مع حيت مقلي اللوز في الزيت راه كتجي ما خصهاش زعما نزيدوا لها شي ناباج او لا الكونفيتور. صافي كنبقى كنخلط هذيك العقده مزيان. هذاك اللوز محمر واللوز خضر كنبقى كنخلطها مزيان حتى كيندمجوا لي هذوك المكونات مزيان. هانتوما كما كتشوفوني كتبقاي تعجنيها وانتي عينك ميزانك. هنايا راه لقيت شويه تاع اللوز ما مطحونش، وهنايا كتبقاي انت كتعجنيها وانت كتشوفي راه واخا تشوفوا هذيك العقده نتاع اللوز بحال اللي جاريه شويه، ديك اللي مطحونه في اللي مقليه في الزيت راه كتنشف دغيا. هانتوما كما كتشوفوا كل مره كنبقى كندير رشه نتاع ما زهر وكنبقى كنجمع. من بعد ما كتجمع ليا العقده كنحاول نشكلها كويرات على قياس البريوات اللي غادي نخدم. كديري القياس نتاع 9 غرام اولا 10 غرام على حسب بغيتيهم صغار اولا كبار. هنايا بعد ما ساليتهم من التكوار كنجيب واحد الكيلو تاع الورقه. انا هنايا ما كنصيفط على الورقه حتى كنكون وجدت العقده، باش راكم عارفين الورقه ديالنا نتاع كنستعمل تاع البخار كتكون مزيانه. صافي كنقسمها على حساب بغيت البريوات يكونوا صغار كنقسمها على الورقه كنقسمها على تقريبا 10 نتاع المستطيلات اولا تقسميها على 8 نتي والقياس اللي بغيتي. يا اما كديريهم كبار كتجي البريوه كبيره، يا اما ديك الصغيره اللي كيقولوها الفرخ، يا اما نتي كديري القياس اللي بغيتي. صافي هنا كنجي كنحط واحد 8 الشرائط اولا 10 اولا علاش قديتي نتي اللي تلوي دقه واحده. كنحطهم كندير هذيك الجهه الرطبه لبرا لتحت، والجهه الحرشه كنديرها الوجه نتاع الورقه كما كنقولوا الوجه نتاع الورقه كنديروا للفوق والتحت نتاع الورقه كنديروا لتحت عاطي وجهه لتحت. صافي كنستف واحد تقريبا 8 تاع الشرائط، 8 الشرائط اولا 10 اولا علاش قديتي. وصافي كنبقى كنحط هذوك الكوارات. هنا كتجي هاد العمليه سهله حيت كتكوني طلقتي 10 اولا 12 اولا علاش قديتي كتجيك ساهله. كتبقاي غير كتلوي وكتحطي حتى من بعد عاد كتلصقيهم بالطحين والماء. هنايا كنبقى كندهن هذيك الورقه الا كانت مدهونه بلاش ما كدهنوهاش، ما كانتش راكي كديري الزيت وكتبقاي كدهنيها بهذاك البانسو صافي. باش والسر نتاع القرمشه نتاع البريوات هو انه الزيت كدهنيها بالزيت، حقاش شحال واحد كيدير الزبده كتقدر كتلق لك كتميه لك شويه. اذا ما كنتيش طيبها مزيان وحيده من هذاك الحليب نتاعك كتقدر تميه لك البريوه وكترطب. من بعد من الاحسن ديروا الزيت. هنا انا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا اللويه اولا الطويه كي كندير. كديريها وكتبقاي تشدي القناه
ما كتزيريهاش بزاف باش ما كطرطقلكش البريوه، لحقاش شحال من وحده كتلويها وما كتجي فاش تخليها تنشف وتبغي تقليها في الزيت كتلقى الورقه تشققات وبقات كتقطع. حاولوا ما طويوهاش ما تزيروهاش في اللويه نتاع وانتم كتلويو. صافي نتوما كديروا كنطويها والعقده كنسرحها باش كيعمروا لي حتى القناه. حاولوا ما تخليوش القناه خاويه من العقده. صافي وكنبقى كنطوي. هذه هي الطريقه نتاع باش كنطوي البريوات. ومن بعد كنخليهم كنستفهم في واحد البلاطو اولا صينيه وكنخليهم حدا شي شرجم اولا شي بلاصه كيدور فيها الهواء مزيان، ولا كتدخلهم الثلاجه حتى كينشفوا، حيت كنلصقوهم بالطحين والماء كندخلوهم الثلاجه كينشفوا مزيان، اولا كتخليوهم حدا شي شرجم الا كنتم مزروبين عليهم، اولا الثلاجه كان احسن. صافي وكتبقاي كطيبيهم من بعد، اولا تخليهم يباتوا ليله كامله في الثلاجه راه ما كيوقع لهم والو، غير ما تزيروهمش بزاف وما تخليوهمش عاوتاني مرخوفين تخرج لكم هذيك العقده حيت تكونوا كتقليوهم في الزيت. صافي هنايا بعد ما خليتهم ينشفوا مزيان هانتوما كما كتشوفوا، اما كديروهم هكا اما كتفرشوا بابي كويسون وكتخليوهم كينشفوا وكتبداي كتقلي. ما هنايا من بعد ما خليتهم ينشفوا كندير المقله كندير فيها الزيت حتى كتسخن مزيان، حيت كتسخن مزيان كنقص لها كنخليها مهيله النار ما تكونش مجهده، لحقاش الا كانت مجهده كتقلى كتحمر دغيا والداخل كيبقى لنا ديك الورقه خضراء ما كتكونش طايبه، وهذاك هو السبب باش كتلوى لنا البريوه من بعد. الا كانت النار مجهده كتحمر وكتقرمش الورقه الفوقانيه، ومن بعد كتبقى كتلوى كيقول شحال من وحده كتقول لك درت البريوات ولواو دغيا اولا رطابو. هو السبب في طريقه القلي، كتخليو النار شويه مجهده كتحمر لكم البريوه، كتحيدوها وديروها في العسل، من بعد كتلقاوها مقرمشه كتجلس لك واحد 3 ايام ولا 4 كتلقاها لوات هذيك البريوه اولا رطابت. هنايا حيت كنلوحو كنقصوا للنار شويه وكنبقاو كنحركو. هنا كنبقاو كنحركو مزيان عاوتاني ما تكونش ديك النار ناقصه بزاف، لحقاش الا نقصتي عاوتاني النار راه مشكل يا جهدتي النار يا نقصتي النار. الا نقصتي عاوتاني النار بزاف كتبقى كتمشي كتحل لك هذيك الورقه. صافي هنايا كنبقى كنحرك مزيان حتى كان يتوحد لي اللون نتاعهم كيرجع لون موحد كيرجعوا غير مذهبين، ما كنحمروهمش بزاف لحقاش كياخذوا اللون من بعد في العسل. صافي هانتوما كما كتشوفوا اللون اللي خدات راه غير مذهبه راه ماشي محمره، راه غير شي حبات اللي كيبانوا تما محمرين. صافي من بعد كنحطوهم في العسل من الاحسن يكون دافي شويه باش حيت كنحطوا البريوه فيها. انا هنا كنخلي البريوه كتبات، هانتوما راه كتشوفوا بحال الا العسل جاري ولكن هو راه غير دفيتو شويه باش من بعد حيت كتبرد البريوه وكيبرد العسل كتكون شربات البريوه العسل الكافي اللي خاصها، وحيت كتبرد كيبرد حتى العسل اللي فيها. هنايا راه درت واحد الكميه في الكوكوط وكميه في البانيو، هنا راه خليتها من بعد حتى لا غد ليه حتى بردات مزيان خليتها بات في هذاك العسل. عاد اليوم كنحيدها من العسل وكنديرها في الكسكاس كتستقطر. هانتوما كما كتشوفوا العسل راه ثقيل حتى هو بزاف، وكنبقى كنحيدها من تما من الكوكوط او هذيك البول فاش دايره الكميه الاخرى لحقاش خصها تبات في العسل ويكون العسل كتير عليها. صافي من بعد كنخليها في الكسكاس كتستقطر. هنا راكم كتشوفوها دابا هنايا حيت برد العسل هانتوما كما كتشوفوا راه ثقيل، غير كندفيوه شويه باش كتشربوا مزيان وكتبقى الداخل عندها وكتجيك البريوه معلكه. هنايا بعد ما ساليت البريوات نتاعي جمعتهم في البواطات ورشيت عليهم درت عليهم واحد شويه الجنجلان. والطريقه الاحتفاظ نتاعهم الا بغيتي تحتفظي بهم يمكن لك ديري طبقه وديري بلاستيكه وديري طبقه نتاع البريوات، كديري ما بين طبقه وطبقه كديري البلاستيكه وكديرهم في المجمد كتخلي حتى الوقيته اللي بغيتي. فوق ما بغيتي شويه كتهزي طبقه بطبقه باش ما غاديش كيكون كتلقايهم حيت كتخليهم هكا راه كي تبغي تهزي كتلقايهم لاصق العسل بيناتهم، ولا من الاحسن نفرقوا بيناتهم بالبلاستيك. وهذه هي البريوه نتاعنا ونتمنى تنال الاعجاب نتاعكم، ما تنساوش الاشتراك والى فيديو